السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة الورق هيقول لنا احنا هنتكلم في ايه، وان شاء الله يكون الموضوع سهل عليكم ويهمكم انكم تتكلموا فيه. الورق معايا اهو. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان هو كله كلام اهو، كله مواضيع مختلفة. هنبتدي كده ان احنا ايه نعمله قدامكم كده، وبعدين هنمد ايدينا نختار اي واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقي دين طب كويس. هنتكلم النهاردة في الدين عن الأخلاق. الدين هو الأخلاق، يعني كل الأديان أتت لتحسن من الأخلاق، ليكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق المعبود، وأنبياء ورسله هم القدوة لباقي البشر. احنا الايام دي لقينا ان الدين عند الناس قل جدا. لقينا ان الناس ابتدت تتطاول على خالقها. ليه؟ لان زي ما بيقولوا زمن المعجزات انتهى يعني. بس الاعمال مسجلة عند الله سبحانه وتعالى. اذا كنت انت بتسجل فيديو من 50 سنة وترجع تشوف الوقت، فربنا مسجل لك من اول ما اتولدت الى قيام الساعة انت ايه وعملت ايه وحالك ايه وتصرفت ازاي. هنتكلم بقى عن بعض الانبياء. هنتكلم عن يوسف عليه السلام. والذي قال عنه رسول الله أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. احنا عارفين ان قصص الانبياء في القرآن ذكرت كتير. قصة يوسف عليه السلام كانت من القصص النفسية الاجتماعية جمع نواحي كتير من نواحي الحياة. احنا عارفين ما حدث ليوسف عليه السلام من غيرة اخوته، القاؤه في البئر، ثم ذهب الى عزيز مصر، ثم ان امرأة العزيز فتنت به. وهنا لنا وقفة. لما زوجة العزيز فتنت بسيدنا يوسف عليه السلام وهيأت نفسها وهيأت المنزل لعمل الرذيلة معه، والقرآن عبر عنها بكلمة وغلقت الأبواب. مش أغلقت، غلقت أفصح وأقوى. ليه؟ لأنها أحكمت إغلاق الأبواب، ويقال إنهم كانوا 7. أحكمت إغلاق الأبواب حتى تتأكد أن أحدا لن يدخل عليها أثناء عملها الفاحشة مع يوسف عليه السلام. طيب، امرأة جميلة وشاب قوي وجميل، وثالثهما إيه؟ وثالثهما الشيطان. يوسف القرآن بيعبر ولقد همت به وهم به. ليس إنه أوشك على أن يقع في الخطيئة معها، ولكن إنه الموقف نفسه كان صعب عليه. امرأة مهيئة ومزينة ومتعطرة له، ثم مهيئة له الجو، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعصمه من الخطأ، لأن يوسف عليه السلام سلالة الأنبياء، وربنا بيهيئه لأن يكون نبيا من بني إسرائيل، فمنع نفسه عليها وجرى منها وجذبته. واحنا عارفين قصة إذا كان قميصه قد من قبل وإذا كان قميصه قد من دبر، وانتهى هذا الموقف بوجوده في السجن. سيدنا يوسف لما دخل السجن قال السجن أحب إلي مما تدعوني إليه. يعني أنا قاعد في السجن كده وحيد في مكان موحش، في مكان مظلم، لا طعام ولا شراب جيدين، لكنه أحب من أن يفعل الرذيل. أين خلق هذا النبي من الأخلاق دلوقتي؟ كل إنسان بيحاول إن هو يفعل الرذيلة يظن أن جسده ملكه. هو جسدك ده لك حق الانتفاع به بس، لكن الجسد والروح والنفس هما ملك لخالقها، فأنت لك حق الانتفاع. فما يكون لك حق الانتفاع يبقى ليس لك حق في أن تهدر هذا الجسد، سواء بأنك أنت تقتله
أو إنك أنت تزني به، أو إنك أنت تلقيه في الضلالة، لأن هذا الجسد ليس جسدك، ليس ملكك، هو جسد ربنا سبحانه وتعالى جسد روحك فيه، ولكن الجسد والروح ملك الله سبحانه وتعالى. إذا عرف كل إنسان هذه المعادلة مش هيعمل غلط. ليه؟ لأنك أنت بتتحكم فيما لا تملك. يعني أنت دلوقتي هذا الجسد ليس ملكك، فأنت ما تتحكمش فيه، لأن هو ملك لله سبحانه وتعالى. وطالما إن هو ملك لمالك الملك، عليك أن تحافظ عليه، عليك أن تستغل أفضل استغلال، لأن لك أنت حق الانتفاع فقط. تستغل أفضل استغلال في إيه؟ تتقي الله، تقيم العبادات على أكمل وجه، تزكي، يعني تفني جسدك وعمرك دوت في شيء يحببك ويقربك من مالك هذا الجسد. كل إنسان يريد أن يفعل فاحشة يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يسجلها عليه، وأنه تعالى مراقب له. انت لما بيجيلك مديرك في الشغل وتبقى عارف انك انت المدير هيدخل عليك اي وقت، بتتهيأ وتتزين وتزود في شغلك وتعمل نفسك انك انت بتتقن وبتعمل، لكن ما بالك لو أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب لك. فضع الله سبحانه وتعالى أمام عينك حتى تمتنع عن فعل الخطأ وتتصرف فيما لا تملك. شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله يلقاكم في الفيديو وانتم جميعا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.